السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هوريكم طريقة ازاي تغسل اللودر بالمية. اللودر كله من جميع الاتجاهات، فوق وتحت وكله. ان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. تمام كده يا شباب، عشان ما اطولش عليكم بسم الله نبدأ. اول حاجة يا شباب هتغسل اللودر، هتجيب اللودر من تحت لفوق. تمام كده، انا هوريكم الطريقة اهو. واهم حاجة يا شباب اللودر ما يكونش، اهم حاجة اللودر ما يكونش سخن، يعني يكون بطال اللودر علشان ما فيش حاجة تتاكل جوا في الموتور. تغسل التانك ده التراب اهم حاجة. اهو زي ما انتم شايفين اهو. لازم اهم حاجة نظافة اللودر، وما تزودش الخرطوم قوي علشان ما يطلعش اي كهرباء او اي ضفاير او اي حاجة. لازم اهم حاجة النظافة دي يا شباب، نظافة اللودر اهم شيء علشان التراب والرملة والكلام ده. اهو اماكن الشحن عشان لما تيجي تشحن الموضوع يبقى سهل معاك وبسيط. اهو يا شباب، اهو طبعا انا مش عارف اصور كويس، معلش عشان ماسك الخرطوم بايدي اللي انا بصور بيه. اهو الشحن اللي هنا ده، عمود الكردان والصلايب برضه اهو، عشان لما تيجي تشحن الموضوع يبقى سهل معاك. البنيز ما تتسددش من الرملة. اهو هذا بسم اهو. اهم حاجة ترجع لورا على شوية بالورق الخرطوم لورا علشان الكهرباء. اهو ما تزودش الخرطوم قوي علشان ما يطلعش حاجة تسلك الكهرباء. الكاميرا بتاعتها ورا. الكاميرا بتاعتها على الشباب. الجنب الثاني اهو. ممكن الشحن اهو عشان البنيز تبقى سالكة. هذا القزازة فوق اهو.
الصيانة دي بتطول عمره، اللي بتحافظ على اللودر من التراب والرملة والكلام ده كله. طبعا تغسل اللودر، معلومة يا شباب، تغسل اللودر وبعدين تشحن علشان الشحن ما يوقعش. ما ينفعش الأول تشحن وبعد كده تغسل اللودر. لازم الأول يا شباب تغسل اللودر وبعدين تشحن. شايف كل ده ظبط ورملة والشحن ماسك. بسم الله ما شاء الله. يعني انت كده بتفوق اللودر، يعني انت كده بتفوق اللودر. الصيانة أهم حاجة في اللودر. زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله اللودر 100 100. شايف اللودر بسم الله ما شاء الله ازاي النظافة حلوة ازاي، عشان التراب برضو والخرسانة والطين والرمل والكلام ده كله ده بيأثر على اللودر، بيخليه يصد برضه. انت لازم تغسله وبعدين تشحن، ما تشحنش الاول وبعدين تغسل اللودر. الاول تغسل وبعدين تشحن عشان الشحن ما يوقعش تاني. تمام كده يا شباب. تغسل السكينة برضه تغسلها من قدام ومن ورا. هذا اللودر اهو بسم الله ما شاء الله. انا لسه برضه هكمل فيه علشان انا بس حبيت اوريكم الطريقة ازاي. الاول طريقة الغسيل، الاول ما تغسلش اللودر وهو سخن علشان ما يحصلش تعاكل جوه الموتور والخرطوم ما تخليش قريب عشان الدفع بتاعه بيبقى شديد. ما تخلوش قريب انت وبتغسل من اللودر، يعني خليك بعيد كده لورا زي ما انا عامل كده اهو. ترجع لورا عشان الدفع ما يبقاش جامد. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل اعجاب، ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.